احلى رغيف حواوشي هتاكليه في البيت. معانا دلوقتي كميه بصل كويسه، يعني 4 بصلات كبار كده، 3 بصلات كبار او 4 يعني او اكتر على حسب ما انت حابه. قرنين فلفل رومي، وحطينا عليهم كمان قرنين فلفل احمر حامي اهو، وعليهم حطيت عليهم طماطميه عشان ترطب العجينه معانا شويه او الخلطه معانا شويه. البهار مهم جدا، بهار اللحمه او بهار الحواوشي. معانا فلفل اسود وجنزبيل وقرفه، يعني ربع معلقه كده. طبعا مش هننسى الملح، وحطيت هنا كمان نص معلقه كزبره. خلطناهم كلهم كده على بعض. هنبتدي ننزل بنص الكيلو اللحمه ده. هو نص كيلو اللحمه ويعمل معاكي كميه كبيره جدا وجميله موفره معاكي في البيت. وعايزه اقول لك طبعا الحواوشي او الكفته، يعني اللحمه المفرومه عموما ما تكترلهاش ملح، هي كانت نص معلقه ملح كده يعني مظبوط. الكميه كويسه جدا، ما فيهاش برغل، ما فيهاش فول صويا يا جماعه. ونص كيلو كويس جدا مع البصل وكده عامل، والفلفل عامل يعني كميه كويسه. انا كمان هكتر كميه اللحمه في الرغيف، لو هقلل الكميه هيعمل معانا كميه ارغفه اكتر. انا دلوقتي بملى الرغيف قدامكم اهو، حطيت عليه الجبنه الرومي. بس الجبنه الرومي دي يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان هي مش فارقه قوي يعني، الا اذا لو حابه تحطي كميه جبن كتير هيفرق معاكي وهيبان. انما قطعه الجبنه دي ما ظهرتش قوي، بس ايه مش مهم، احنا حابين نجرب المره دي يعني. انا كنت اول مره اعملها بالجبنه. دلوقتي انا مليت الارغفه شويه، بس هحط عليهم جبنه وشويه هعملهم من غير حاجه. انا بس بوريكي الكميه قد ايه، من غير فول صويا ومن غير برغل. لو هتحطي البرغل والفول الصويا هيكتر معاكي الكميه اكتر بكتير. عملنا هنا 7 ارغفه، وباقي معانا نص الكميه، يعني تقريبا هيعمل معاكي يعني ممكن تعملي كمان 7 ارغفه زيهم، يعني تخشي في 14 رغيف. شايفه الرغيف قد ايه مليان لحمه، شايفه؟ فيعني ممكن حبة 10 12 15 رغيف هيطلع معاكي الكمية دي، لان مكترة بصل وحاطة فلفل رومي ومظبطة يعني الدنيا. هتحطي برغل وفول صويا هيعمل معاكي 20 رغيف كمان يعني اذا حابة. هنبتدي ان احنا نرصهم في الصينية وهندهن وشهم بس بالزيت. وزي ما انت عارفه هو اصلا يعني اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت ولا سوا كتير. حواوشي زي الكفته ما بتاخدش السوا اللي بالك فيه. حبه مقرمش هتعلي عليه النار وتحمصيه، حبه طري زي ما انت حابه. هنا انا بدهن الوش بس شويه زيت او سمنه او اي حاجه انت حباها، وهتدخليه الفرن بس يعني ربع ساعه، مش اكتر، يعني ربع ساعه تلت ساعه على حسب درجه حراره فرنك. هي درجه حراره متوسطه، وهتشغلي فوق وتحت علشان يبقى التحميصه مره واحده. كميه حواوشي كويسه جدا، واحلى ارغفه حواوشي في البيت. شايفين الشكل والله يعني تحفه جدا وطعمه لذيذه، وهتحبي ان انت تعملي دايما الحواوشي في البيت. وانا بشكركم جدا للمتابعه، وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه حلوين. وجربي الوصفه وقولي لي رايك في التعليقات، عجبتك ولا لا. انا بس هنا بوريكي ان يعني المفروض ان الجبنه الرومي بتمط، يعني هي احلى جبنه رومي، احلى جبنه بتمط هي الرومي مش الموتزاريلا. مش كل الموتزاريلا كويسه، فانت لو عايزه بالجبن هتكتري كميه جبن كتير، هتفرق معاكي جدا طبعا في الطعم كمان وفي الشكل وفي المطه. بشكركم جدا، مع السلامه.